السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سليمة حمريش في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات سليمة حمريش. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طريقة سهلة بالنسبة للصفة باش تجيكم مفرزة حبة على حبة. بالنسبة للمبتدئات ناجحة 100%، احسن من طريقة اللي دابا معتمده ولات بزاف في السوشيال ميديا اللي كتخوي عليها المطايب باش كتولي يعني كديروا جوج تفويرات. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الويده ديالي اللي كنديروا من 4 حتى ل 5 ديال التفويرات، وكتجي مفرزه حبه على حبه وما كتجيش نهائيا، ما كتعجنش ليكم وناجحه 100%. بالنسبه اللي ما عمرها حضرات صفه، من اول تجربه ان شاء الله يا ربي غادي تنجح معكم. طريقه تحضير ديال هاد الصفه هادي وما غتعجنش ليكم وغادي تنال الاستحسان ديالكم ان شاء الله يا ربي، وغتولي معتمده عندكم، ما كتجيكمش ما كتنفخكمش حتى ملي كتكونوا كتاكلوها لانها مفوره مزيان. شوفوا كيفاش غتجيكم بحال هاد الشكل كما كتشوفوا. راه اش غادي نقول لكم البنات، الا جربتوا هاد الطريقه هذه غتبقى تجيكم حبه على حبه كما شفتوا، ما كتعجن لكم ما حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوا بهاد الطريقه اللي غادي نحضرها معكم. وكيف العاده دائما اللي عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي دخلوا اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الصفه خطوه بخطوه ان شاء الله يا ربي. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا كيلو ديال الصفه، من الاحسن تاخذوا نوعيه جيده. كاينه الصفه اللي كتكون نوعيه جيده وبثمن، وكاينه الصفه النوعيه العاديه، يعني الفرق ما بيناتهم كتكون واحد 3 دراهم هكاك ديال الفرق ما بين المزيانه والعاديه. لهذا من الاحسن خذوا المزيانه. غادي نحاولوا نلبسوها بواحد شويه ديال الزيت. بالنسبه للزيت عندي هنايا كاس لارب ديال زيت نباتيه، كنحاولوا نلبسوها بالزيت مزيان كما شفتوا بحال هكا. كناخذ واحد الكسكاس، هنايا عندي البرمه انايا راه كيتسخن الماء، والماء دايره فيه واحد 2 طريفات ديال الحامض وعود ديال القرفه. اللي عنده الباديانه يزيدها ماشي مشكل، لان حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه لهاد الصفه هذه، كتعطي رويحه زوينه في هاد الصفه هذه. كما شفتوا هنا الماء من بعد ما غلى لينا غادي نحطو فيه هاد الصفه هذه ونخليوها حتى تفور لمده 20 دقيقه. كنغطيو عليها ونخليوها تفور لمده 20 دقيقه باش نعرفوها حنايا راه فارت. كيكون البخار خارج في الوجه ديال هاد الكسكاس كامل، في الوجه ديال الصفه كامل. نخويو في واحد الكسعه بحال هكا كما شفتوا، ومن بعد كنبداو نحاولوا نفرقوها بحال هكا بشي معلقه هكا، ومن بعد كنبداو نسقيوها. بالنسبه للكميه ديال الماء، التفويره الاولى كنحتاجو 2 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين، 2 كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين. كنديروا الكاس الاول كما شفتوا، وغادي نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق، نوليو نرجعوا لها بعد ما كترتاح وكتشرب لينا داك الماء. غادي نبقاو نقلبوا بحال هكا كما شفتوا من الاسفل للاعلى، يعني اللي شربوا لتحت غنعليوهم للفوق صافي. وغادي نبداو نضيفوا الكاس الثاني، يعني في التفويره الاولى بعد ما كننزلوها كنديروا 2 كيسان ديال الماء. هنايا من بعد ما شربت لينا مزيان داك 2 كيسان ديال الماء غادي نديروا عاوتاني التفويره الثانيه. هنا من بعد ما فارت لينا التفويره الثانيه كنزلوها في القصريه، وكنبقاو عاوتاني كذلك نفس العمليه، ولكن كنضيفوا الملح. دابايا عندي هنايا معلقه كبيره ديال الملح. حاولوا ما تعمروش المعلقه كبيره، الا بغيتوا تعمروها غديروا معلقه صغيره عامره مزيان ديال الملح باش هاد الصفه هذه ما كتجيناش باسله. وكذلك كنحتاجوا هنايا 2 كيسان ديال العنبه في التفويره الثانيه. كنبقاو بحال هكا ندخلوا داك الماء مزيان في هاد الصفه هذه بحال هكا. ولا بانت لنا شي حبيبات بحال هكا كما شفتوا كنحاولوا نفرزوهم. هي راها ما كتعجن ما والو ملي كتبعوا هاد الطريقه هذه القديمه، ماشي الطريقه الجديده اللي كيسلقوها في الماء كيخويو على المطايب حتى كتسلق وصافي. هذيك راه بحال الصفه غير مسلوقه. هنا شفتوا من بعد ما خليناها شربت مزيان داك الماء اللي ضفنا 2 كيسان ديال الماء. هنايا راها الكاس الاول ضفتو، هذا الكاس الثاني. يعني ملي كنضيف الكاس الاول كنولي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق، وكنوليو نرجعوا موراها كنلقاوها ارتاحت وشربات لينا داك الميها. الكاس الاول كنضيفوا الكاس الثاني صافي، ودابا غنديروها عاوتاني تفور. مده ديال التفويره ديالها 20 دقيقه، وحتى هي كما قلت لكم 20 دقيقه حتى كتفور لينا مزيان.
ومني تعرفوها فارت راها كتقفل كامله وكيبقى داك البخار كيخرج من داك الصفه في الوجه ديالها كامل. المهم نتمنى الطريقه تكون واضحه وباينه، خصوصا المبتدئات اللي باغيين يتعلموا الصفه وكتعجل ليهم. هاد الطريقه اللي عطيتكم ناجحه ومضمونه على حسابي، راه ما غاديش توقع ليهم زعما ما تعجل ما حتى شي حاجه. هنا غنخليوها كما قلنا حتى تفور لينا. من بعد ما فارت لينا دابا هذه تفويره ثالثه كما شفتوا معنا. غادي نضيفوا دابا شويه كذلك ديال الماء، غنحاولوا نفرزوها بحال هكا. والكميه ديال الماء 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء كما شفتوا بحال هكا. كنضيف دائما كاس الاول وكنخلي على ما كتشرب. شوفوا كيفاش جات، هي تفويره ثالثه وكتجي كلها مفرزه. ما تخافوش منها البنات، الا كانت دغيا تطيب لكم راه غير 4 ديال التفويرات فقط. كانت لقيتوها يعني بحال دابا تاخذوا شي حبيبه هكا وتذوقوها، الا لقيتوها مازال كتغزز او لا مازال قاصحه هكا او لا المذاق ديال الطحين بحال فيها، لا يعني زيدوها تفويره الخامسه عفوا. دابا غادي نبقاو نخليوها حتى تشرب لينا كذلك الماء مزيان. وشوفوا كيفاش تجي هانتوما، هذه التفويره الثالثه. شوفوا كيفاش تجي رائعه صراحه. دابا غادي ندوزو باش نفوروها التفويره الرابعه والاخيره. انا هنايا صافي ما غاديش نحتاج نزيدها الماء لانها تبارك الله ما شاء الله صلع النبي جات رائعه. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها حتى نتوما واكيد ان شاء الله راها ناجحه معكم 100%. غادي ندوز نخليها ثاني تفور لينا لمده 20 دقيقه او ثلث ساعه وندوزو المرحله الاخيره. من بعد ما فورناها 4 ديال التفويرات، هنايا غناخذ شويه ديال الزبده، من الاحسن تكون حيوانيه ذوبناها. غنضيفوا معاها علبه ديال نيسلي كراميل، من الاحسن ديروا علبه. وكنزيدوا معاها شويه يا اما ديال الزهر، الماء زهر يكون حقيقي من الاحسن، او لا كتزيدوا هاد الساشيه ديال زهره البرتقال حتى هي راها زوينه. هاد التعليكه هادي راها كتعطي واحد المذاق رائع. الا لاحظتوا انا هنايا راه اللي بغى يضيف سكر ثقيل يضيفوه. انا هنايا كاين اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف، خلينا غير بحال هكا جات مخيره، يعني ما تحتاجش نهائيا الحلاوه بزاف. لكن نتوما اللي بغى الحلاوه بزاف يزيد يضيف السكر، لان كتجي شويه مسوسه ماشي حلوه بزاف، ولكن كتجي زوينه مع سكر كلاصي. فاش غنزينوها بها كتجي هي هذيك. انا هنا ما درتهاش لان كاين اللي ما تيبغيش الحلاوه بزاف. وفي التقديم كما شفتوا غادي نقدمها بطريقه تقليديه ديال زمان، بدون اضافات، بلا كثرة البريستيج، بلا حتى شي حاجه. هنايا كما شفتوا من بعد ما وجدناها قدمناها هكا في القصريه بهذا المنظر هكا تجي مقبه. من بعد كناخذوا شويه ديال اللوز هنا من بعد ما فسخناه قليناه، وغادي نخلطوه مع شويه ديال القرفه وشويه ديال ساشيه ديال زهره البرتقال. وغادي نحاولوا نزينوا الجوانب ديال هاد الصفه هادي، ومن الفوق زينتها بشويه ديال الزبيب معسل. طريقه ديال التعسال درتها في واحد الكاسرونه، خليتها حتى واحد شويه هكا رقدتها عفوا في الماء. هاد الزبيب هذا رقدته في الماء حتى رطب، ومن بعد كنصفيو من داك الماء كنديرو فوق النار، وكنبقاو نضيفو شويه ديال السكر او العسل، شويه ديال الزهر، وكنبقاو والقرفه كنبقاو نعسلو فيها على نار مهيله حتى كتعسل لينا. كما شفتوا هذه هي الطريقه ديال التقديم اللي اختاريت انايا. ما بغيتش ندير تقديم عصري، فضلت ندير تقديم تقليدي. واللي بغات تقديم عصري على هذا الشكل هذا راه سبق لي ونزلته في القناه عندي. شكرا اللي بقيتوا معي الفيديو حتى للتالي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.